مساء الورد عليك. بمناسبة الجوازة التانية، لقينا واحد صاحبي اسمه محمود ده من صحابنا اللي على القهوة. جه قعد معايا وحكى لي وفتح لي قلبه ان هو داخل في علاقة تانية. بس عشان تعرفوا محمود الست بتاعته ست لطيفة والله، لما بتيجي تندهله ما بيعرفش انها تندهله بالصدفة، يعني شوف الرئة عاملة ازاي. بس يظهر هو كده عايز رتم اسرع، زي اي راجل مش عاجبه اللي معاه لازم يبص لحاجة تانية او يبص لعكسها. ففتح لي قلبه وقال لي حصل موقف غريب قوي عايز استشيرك فيه. في اول لقاء مع العصفورة التانية كانت بتتكلم معايا وبتقول لي حاجة، ويظهر بتقول لي، هو بيقول يظهر انا مربية قطة، فانا السمع ما وصلش، فبقول لها رامي فتله ازاي؟ هي سمعت كده وانهارت بالضحك. فبقول يا سيمو يعني هو ده حاجه تضحك؟ يعني انا كده قلت له بس كمل لي القصه، يعني ايه الدنيا ايه؟ في تطورات في الموضوع وكده. هو قلت له ايوه، ايه تطورات الموضوع؟ الموضوع كده مش عارف، حاسس ان في حاجه ماشيه غلط في الموضوع. قلت له ليه يا محمود؟ وانا قاعد معاها في اللقاء التاني كنت عايز اعمل كده حركه من بتوعي، ما انت عارفني يا سيمو. قلت له ايوه، عملت ايه؟ هببت ايه يعني؟ قلت لها كده حاجات على الواتساب. طب ببص لقيت طلع واتساب من محمود فتله، اللي مسميني محمود فتله يا سيمو. قلت له محمود فتله؟ كده الموضوع ماشي غلط خالص. ايه تفتكر كده الموضوع باظ؟ قلت له هو مش باظ، هو اصلا بايظ من قبل ما يبتدي، بس انا انصحك يعني ان انت تحاول تفكر في الموضوع كويس. جالي بعدها بيومين قلقان، يا محمود مالك شكل كده الدنيا معصلجه معاك؟ ليه؟ لا، الموضوع ملوش علاقه بالقصه دي. قلقان من البيت، مش عارف، كل ما اتكلم مع المدام عندي تحشر لي كلمه فتله في الموضوع. فتله فتله. تفتكر يا سيمو ده ليه علاقه باسمي محمود فتله؟ قلت له تقريبا. انت اتصدمت يا ريس.